المتنطعون. شو قال؟ هلك المتنطعون. كنت بحضر لواحد متنطع وقليل أدب كمان، مش بس متنطع وقليل أدب، بيقرأ سورة من سورة البقرة آيات الصيام. والله لما بطلع عليه طيب يخرب بيت شاطئ كانوا يعملون لا تنطع. شو بدك لازم تبوس العقل على الشاشة؟ مش هيك صح. أنا بجيب أحكام التجويد، ترى بالمناسبة شيوخ هذا المتنطع بيقولوا أصلا التجويد هذا مش لازم وبدعة، كله هذا التجويد يعني تنطع يعتبروه. فهو لا بروح بتنطع بزيادة. احنا بنقول وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه له التجويد. يعني أنا ما باجي بتكلف يا أيها الذين، غلط مش صح. عادي جدا اقرأ بصوت عادي، صوتك انت الطبيعي الحلو. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلص انتهى. وقطع معك نفسك، وقف وارجع إلى موقع يعني يكون حسن وكمل، وهكذا.